السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا عن موضوع اساسي ومهم جدا في عالم تكنولوجيا المعلومات، هو موضوع الشبكات او ما يعرف بكمبيوتر نتورك. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ما هي الشبكه ولماذا نحتاج اليها وما هي مكوناتها وكيف تم انشاؤها وما هي انواعها. اول حاجه، ما هي الشبكه؟ الشبكه ببساطه هي مجموعه من الاجهزه متصله ببعضها البعض بهدف من تبادل البيانات والموارد فيما بينها. تخيل معايا عندك جوج بي سي اس او اكثر كاع وربطتهم بكابل او بوايرلس، وهذا الربط بين الاجهزه هو ما نسميه شبكه. والاجهزه ماشي فقط حواسيب تليفونات، بل تشمل حتى الهواتف الذكيه، طابعات، كاميرات واجهزه تخزين سيرفر وغيرها. باختصار الشبكه هي أجهزة زائد وسيلة الربط زائد الهدف المشترك. ثانيا، لماذا نحتاج إلى الشبكات؟ خلينا نفكروا في مثال عملي في الحياة اليومية ديالنا. تخيل معايا أنك عندك شركة، وفي هذه الشركة عندك 50 موظف، وكل موظف خاصو بيسي، وكاع هاد الموظفين غادي يحتاجوا إلى طابعة باش يطبع مستندات تقارير كل نهار. السؤال هو كيفاش غادي نوفروا لهم امكانيه الطباعه؟ كاين جوج ديال الحلول. الحل هو تشري 50 طابعه، كل موظف الطابعه ديالو، وهنا غادي يطيح عليك الثمن بزاف غالي، حيت كل طابعه ضربها في 50، يعني هادشي اللي كيكلفك بزاف. وزيد عليها الصيانه نتاع دوك الطابعات الا ضاعت شي وحده، زيد عليها الحبر الاوراق وشحال من حاجه، خسر بزاف ديال الفلوس على والو. الحل الثاني هو بالشبكه. غادي تشري طابعه وحده ولا جوج، وتقوم التوصيل ديالها بالشبكه اللي عندك، تربط كاع دوك 50 حاسوب زائد دوك جوج طابعات، وهكا غادي تكون خليتي كاع الموظفين يستعملوا الطبيعة، وفرتي فلوس. وهذه هي وحده من اهم الفوائد نتاع الشبكات: مشاركة الموارد وتوفير التكاليف، ويمكن حتى مشاركة الملفات والقواعد البيانات والانترنت وغير ذلك. ثالثا، ما هي مكونات الشبكة؟ أي شبكة كتكون من ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول الأجهزة، وهي كل ما يمكن لمسه بحال الحواسيب، خوادم، سيرفر، طابعات وأجهزة توجيه ومحولات الشبكة سويتش. العنصر الثاني وسيلة الربط، وهي الطريقة اللي تتصل بها الأجهزة ببعضها البعض بحال الكابلات، الأسلاك، الإشارات اللاسلكية وايرلس بحال الويفي. والعنصر الثالث البروتوكولات، وهي مجموعة القواعد والمعايير التي تتبع الأجهزة لكي تفهم بعضها البعض، بحال بلان كيهضروا بلغة واحدة حتى الأجهزة تتفق على بروتوكولات واحدة بحال اللغة ديالهم، مثل TCP وال IP. هذه العناصر الثلاث مجتمعة تكون شبكة. رابعا، كيفاش نشأت أول شبكة؟ بدأت القصة. أطلق السوفيات أول قمر صناعي في تاريخ البشرية، سبيتنيك، كرة معدنية صغيرة لكنها كانت تدور فوق رؤوس الأمريكان كل 96 دقيقة، وكانت تبعث صوتا واحدا: بيب بيب. الأمريكيون ما خافوش من القمر نفسه، خافوا من السؤال اللي جا معه. إذا هاجم السوفيات وضربوا مراكز الاتصالات العسكرية بقنبلة، كيفاش غيتواصل الجيش؟ ما كانش جواب، وهذا كان مشكل خطير. الحل: إنشاء RPA. سنة 1958 أسست الحكومة الأمريكية وكالة خاصة اسمها RPA Advanced Research Projects Agency، وكلفتها بمهمة وحيدة: صابوا شبكة اتصال لا يمكن تدميرها بضربة واحدة. الفكرة ثورية كانت هي اللامركزية. بدل ما يكون كاين مركز واحد يتحكم في كل شيء، كل البيانات تنتقل عبر الطرق المتعددة، وإذا انقطع طريق تجد طريق آخر تلقائيا، بحال الماء الذي يجد مجراه دائما. المشكلة الكمبيوترات ما كتهضرش مع بعضها في تلك الحقبة. كانت الكمبيوترات ضخمة، جهاز واحد يملأ الغرفة كاملة منفصلة، كل جهاز يشتغل لوحده، ما عندوش لغة مشتركة مع الآخرين، نادرة. في كل أمريكا ما كانوش غير 10 أجهزة، فالتحدي كان مزدوج: كيف تربط الأجهزة لا تتكلم نفس اللغة، وكيف تجعل الشبكة تعيش حتى لو انقطع جزء منها. الحل التقني. العالم بول بارين جاء بفكرة غيرت كل شيء سنة 1964. بدل ما تنتقل البيانات كاملة في طريق واحد كمكالمات هاتفية، تقطع لحزم صغيرة باكيت، كل حزمة تسلك طريقها الخاص وتجتمع مجددا عند الوصول. تخيل أنك بغيت تبعث كتابا لصاحبك، بدل ما تبعثه كاملا في صندوق واحد، قد يضع تقطيعه لصفحات وتبعث كل صفحة في ظرف منفصل حتى لو ظرف ضال باقي يوصل. هذه هي الفكرة التي يقوم عليها الإنترنت حتى اليوم. سنة 1963 لحظة تاريخية. بعد سنوات من البحث والتطوير حان اليوم اختبار الحقيقي. سنة 1963 أكتوبر 29، جامعة إيكولا في لوس أنجلوس وجامعة سانفورد على بعد 560 كيلومتر، أول محاولة لإرسال رسالة بين كمبيوترين عبر ARPANET. الفريق أراد كتابة كلمة واحدة فقط: لوجين. حرف L وصل، حرف O وصل، حرف G النظام انهار تماما. أول رسالة في تاريخ الإنترنت كانت حرفان فقط: لو. لكن المهندسين ما استسلموش. بعد ساعة واحدة أعادوا المحاولة ونجحت. لوجين ووصلت كاملة. النمو من جيش لجامعة للعالم. في بداية ARPANET كانت حكرا على الجيش والجامعات، لكن سريعا بدأ العلماء يكتشفوا أن الشبكة مفيدة لتبادل الأبحاث وليس فقط الاتصالات العسكرية. اليوم بدأ كمشروع عسكري سري خوفا من قنبلة. أصبح اليوم 5 مليار إنسان متصل بالإنترنت، 15 مليار جهاز متصل بالشبكة، تريليون من الدولارات تنتقل عبرها كل يوم.
الطب، التعليم، التواصل، التجارة، كلها أصبحت تعتمد عليها. شبكة صممت تصمد أمام قنبلة أصبحت الأساس الذي يقوم عليه العالم الحديث. والدرس الأعمق في كل هذا، أعظم اختراع في التاريخ لم تصنع من أجل الربح أو الشهرة، صنعت من أجل حل مشكلة حقيقية. وأحيانا الخوف هو أقوى محرك للإبداع. هذه القصة كاملة من بيب في السماء إلى الإنترنت الذي بين يديك الآن. وهكذا نكون قد تعرفنا على تعريف الشبكة، سبب الحاجة إليها، مكوناتها، كيفية إنشاؤها. إذا عجبك الفيديو ما تنساش باللايك والسبسكرايب. نتسنى الفيديو الجاي، وإلا كان عندك أي سؤال خليه في الكومنتات وغادي نجاوب عليه. نتلاقاو في فيديو آخر. تهلاو.